هاد الاخبار هادي ما خصهاش توقف هنا، خاص المغاربه كاملين يعرفوا هاد الاخبار هادي. خص اي مغربي كي كبير كي صغير كي شاب كي عجوز كي فقير كي لاباس عليه خصهم يتصوروا ان هاد الناس وصلت بهم الواقع انهم كيستغلوا الظرفيه ديال كاس العالم وديال الماتشات ديال المنتخب المغربي، وعارفين بان الشعب المغربي كله ملهي بالكره، كله ملهي بالمنتخب المغربي، ودوزوا قرار اللي من اهم القرارات في المغرب انه باش يتم التسقيف ديال اسعار المحروقات، وينوض مجلس المستشارين او بعض اعضاء مجلس المستشارين ان يوقعوا او يصوتوا بالرفض تسقيف اسعار المحروقات. شوف هاد الناس كيستغلوا الظرفيه ديال ان الشعب كيتفرج ومنهي مع المنتخب كره القدم ومع كاس العالم، كيستغلوا هاد الظرفيه هادي بيمين ان الشعب ملهي بالكرة القدم، وكنا حنا كنتفرجوا متابعين كرة القدم وحلين فمنا في كرة القدم كيدوزوا ما قرار اللي حتى شي واحد اللي خص هذا القرار ما يوقفش هنا، خص هذا الخبر ما يوقفش هنا. اللي شاف هذا الفيديو يتبارطاج بين ان جميع كافة المغاربة ان يوصلوا هذا الخبر ويعرفوا ان تصور ان مجلس المستشارين اللي كنتسناو منه ان يكون في صف المواطن وفي صف الشعب، ويكون ياخذ قرارات كتهم المواطن وكتهم مصلحة المواطن. تصوروا ان مجلس المستشارين يرفض قانون تسقيف اسعار المحروقات. واش كميه هاد الفضيحه هادي وهذا الشيء اللي وقع في مجلس المستشارين؟ تصور انه يتم رفض قانون تسقيف المحروقات. صافي البلاد ما بقى فيها والو. بالنسبه كمواطنين حنا ما عندناش نصوتوا، ما عندناش لاش نمشيو للانتخابات. باش انك تمشي للانتخاب وتصوت على ناس باش يمثلوا الصوت ديالك ويكونوا الصوت ديالك في البرنامج ولا في مجلس المستشارين، كتمشي كتقول لهم انه كتلقاهم انهم كيخدموا المصالح الخاصه ديالهم. علاش حنا غنمشيو نصوتوا على هاد الناس؟ وعلاش هاد الناس في الاساس غيمشيو غيترشحوا؟ علاش هاد الناس غياخذوا تزكيات؟ نفس البرلمانيين نفس المستشارين غياخذوا تزكيات وغيخسروا اموال وغيتم اموال على الحملات الانتخابيه، وفي الاخر يخدموا مصالح شخصيه ديالهم. اهم قرار في حياه المواطن المغربي هو تسقيف اسعار ديال المحروقات كيتم الرفض ديالو. راه صافي حيت قريت هذا الخبر انا تبلوكا ديال العقل ديال باش ان كيكون هذا الخبر هذا اللي كيتسناو جميع المغاربه، عارفين ان المغاربه من نهار ترتفع اسعار المحروقات تزاد في جميع الاسعار، جميع الاسعار ديال المعيشه ديال المغربي تزاد الاثمنه ديالها، جميع المواد الاساسيه كان سببها اول سبب كما كيكون الارتفاع ديالها. كيسول المواطن علاش هاد ان هاد الماده هادي او الماده الاساسيه الغذائيه تزاد ثمنها، كيقول لك راه ثمن المحروقات مرتفع. اللي كنتسناو ان يكون هذا التسقيف، وكنتمناو ان كان التسقيف غيكون واحد النسبه واحد الحل ديال بيكون واحد النسبه من الحل انه ينخفضوا الاسعار في البلاد. اشنو الدور ديالهم هاد الناس اللي يمشيو ان يخدموا المصالح ديالهم؟ اشنو الدور ديالنا حنا كمواطنين غنمشيو نصوتوا على هاد الناس؟ علاش غنمشيو نصوتوا على هاد الحزب ولا هاد الاحزاب هادو اللي كاينه في الاغلبيه ولا كاينه في المعارضه؟ علاش غنصوتوا عليهم؟ ما الفائده من وجود احزاب سياسيه في المغرب الا ما كانش كتخدم مصلحه المواطن؟ اشنو غنديروا حنا بهاد الاحزاب؟ اللي كيكون قرار مهم في حياه المواطن، هذا قرار كيمس جيب المواطن، كيمس حياه ديال المواطن، كيقيس المعيشه تاع المواطن، وكيتم الرفض ديالو بهاد الطريقه هادي. راه لا يمكن. راه صافي راه وصلنا لواحد المرحله اللي خصنا صافي نهزو يدينا على الانتخابات، ما عندنا ما نديرو بالانتخابات.